بما انه اليوم جمعة والجو ربيع وحلو، قررنا نسوي قدر دولمة ونطلع نروح نتغدى بالحديقة. هنا سويت السلق ونظفت التمن وبلشت احضر مكونات الدولمة كلها. واني دولمتي ما تكمل بدون صلصة اذواق. طبعا عندهم اشكال وانواع الصلصات، مو بس للدولمة، للباربيكيو، للسمك، الدجاج، السباكيتي، كل انواع الصلصات متوفرة عندهم. هنا انا راح اضيف بهارات شوية وشوية ملح وشوية زيت. وهالمرة قررت أجرب نكهة القهوة ويا الدولمة، صراحة هاي أول مرة أجربها. وهنا نبلش نقلب مكوناتنا، وأهم شي السلق طبعا بكعب القدر. وراح أبلش ألف الدولمة. طبعا من وصلت لهاي المرحلة أعتبر نفسي مسوية إنجاز، لأن تحضيراتها كلش هواية. وهنا أنا كملت راح أسوي الصلصة اللي أخليها على الدولمة، طبعا صلصة أذواق، وأخلي وياها شوية معجون وشوية ملح، وأنزلهم على القدر وقبل على نار عالية. وراح تستوي الدولمة مالتنا، يطلع شكلها رهيب من ورا هاي الصلصة، تطلع بيها لمعة لطيفة. وهنا رحنا اشترينا خبز حار وتوجهنا للحديقة، وكل واحد عليه يشيل شغلة. بالنسبة إلي أنا علي أذكى شغلة اللي هي القدر. وبلشت دردورة هنا تفرش لنا، والجو كلش كان حلو، مكانكم كلش خالي. وهنا طبعا اشتريت لهم طرشي وخضرة، وراح أقلب قدرة دولمة. بس شوفوا لي اللمعة اللي بالدولمة، وطبعا طعمها طلع يجنن، مكانكم خالي.